طبعا ريمونتادا تحترم. خلينا نكون واقعيين ومنصفين شويه مع نادي الزمالك. نادي الزمالك النهارده بيصنع المعجزات ان هو يحرز 4 اهداف في الشوط الثاني في ظل الازمه اللي بيمر بيها نادي الزمالك. الفريق الوحيد في بطوله الدوري المصري اللي ما عملش ولا صفقه هو نادي الاسماعيلي، ومع ذلك بيفوز وبيعمل ريمونتادا على فريق ارطى، ولكن افورته شويه في الاحتفاليه. عايزك تتخيل معايا كده عزيزي الاهلاوي، لو نادي الزمالك كان حصل على دوري ابطال افريقيا 2021 من النادي الاهلي كان هيبقى مصيرنا عامل ازاي؟ لما دي كانت احتفاليه تاهل نادي الزمالك بريمونتادا مفيش مشكله، بنحترم نادي الزمالك والريمونتادا اللي عملها نادي الزمالك على فريق التانك سولار او ارتا سولار. حرفيا اوسوريو مدرب نادي الزمالك كان يبقى صاحب اكبر مطاعم فول وطعميه في جمهوريه مصر العربيه في حاله توديع نادي الزمالك كاس الكونفدراليه. لكن بعد الريمونتادا اللي عملها نادي الزمالك على الفريق الجيبوتي، اوسوريو بقى افضل من مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي في ظل نادي الزمالك لسه صاعد لدور ال 16 ما حصلش على البطوله. عشان نادي الزمالك يرجع ينافس الاهلي على بطوله الدوري بطوله كاس مصر ويقدر ينافس بقوه على كاس الكونفدراليه، لازم يعمل مش اقل من 7 صفقات سوبر. مش عايزك كمشجع نادي الزمالك الريمونتادا اللي انت عملتها على ارتا سولار الجيبوتي تنسيك الظروف المنيله ب 60 نيله اللي بيمر بيها نادي الزمالك. في نهايه المطاف الف مبروك لكل جمهور نادي الزمالك، تستحقوا ان انتوا تفرحوا، بقالكم اكتر من 3 سنين ما فرحتوش، وانا كمشجع النادي الاهلي ما عنديش مشكله. ايه يعني نادي الزمالك يبقى فريق قوي وينافس النادي الاهلي وتحس كده ان في منافسه في بطوله الدوري وينافس على بطوله كاس الكونفدراليه، لان نادي الزمالك هيبقى ممثل الكره المصريه في هذه البطوله.